ازيك يا حاج سمير عامل ايه؟ الحمد لله يا انت ابو. عاوزني في ايه؟ انا مسافر النهارده. رايح فين؟ انا رايح قطر. حاطيني هنا. هروح اسمع ماتش النادي الاهلي بالشيكه اللي هي المكسيك بتاع بكره دي. وانت جاي تاكل يا حاج؟ ياد ما انا لما غفلت ام حمادين ليله امبارح وسلكت الذهب بتاعها وبيعته وجبت التذكره. يا حاج ده مش ماتش براميل. قصدك ايه يعني يا ابو؟ يعني مش هيديك الوجبه ولا 200 جنيه؟ بابا، انت عايز تقول لي انا بروح اتفرج على الماتشات عشان فلوس؟ احنا سوف نظل اوفياء. انا صحيح زملكاوي اصيل بس سوف نظل اوفياء. انت ليه انت ومالكش انت دعوه. خلي بالك انت بس من البهاي. ايه يا زغاليلو، حضرت الشرط ولا ايه؟ يجي لك شكه بتشوكتك يا بعيد. ليه يا كنت دفعت جنيه ولا سرقت الذهب بتاع مراتك زيي؟ وايه يا حاج انت نسيت ولا ايه؟ هو مش انت اللي قلت لي اقعد مع مراتك الاغيه واخليها تقعد تغيب علشان انت تسرق ذهبها؟ يعني انت يا كلب الكلاب قعدت يد مع مراتنا وتتكلم معاها يا كلب يا خائن. خائن؟ خائن ايه يا حاج؟ هو انت ناسي ان مراتك تبقى عمتي ولا ايه يا حاج؟ صدق يا عندك حاج ولا انت فكرتني ان انت قريب الولية ام محمدين بنت المحيول؟ ربي يا زغاليلو يا جوز عمتي، لو ما خدتني معاك لا راح اقول لعمتي اللي انت اللي خدت ذهبها يا حرامي ذهب عمتي. اسكت خالص. اسكت. لسانك ده عايز قطعه. اسكت خلاص. علشان بس ايه السيد ده انا عندي حل لك للموضوع ده. والله مش خساره فيك ولا في ايه كلسونه. حل ايه يا حاج؟ الحل استنى. التلفزيون ده يا دي كان من ايه؟ من ليله البنت ام محمدين بنت المحيول كان يومها اسود من طيب بطيء. هناخد التلفزيون ده يا وابيعه لك النهارده واجيب لك تذكره علشان تحضر معايا الماتش وتسافر معايا قطر. حلو يا عم كده؟ هو انا شايف صح؟ ده التلفزيون ده يا حاج ما يجيبش سندوتشين فول وطعميه وازازه بيبس بالشاليمو كمان. شاليموه وبيبس. الله يرحم جدك السيودي ما عرفش العبال اللي غير ما خبطته كان بيمشي حافي. مش عاجبك دي خلاص. انا عندي يد حل ليك. حل؟ قول يا حاج قول. انا ياد هديك لفه بالعربيه بتاعتك. عربيه؟ ده بيقول لي عربيه، ده ما كانش عربيه بي ام دبليو ولا لانسر ديرش ولا اي حاجه حلوه ولا فراري، ده عربيه ابو حمار يا حاج والحمار ميت فسكان، ده انت ما تاكلوش فول حتى. بس الحمار واخد ملك جمال الحمير تنكي. ملك جمال الحمير؟ انت يا حاج فاضل لك ودنين بس زيه وتكون حمار زيه بس. اشرفي. اشرفي؟ لا انا مش عايز امسك السلك عليها.